المسؤولية بإذن الله. أهلا وسهلا بك. خلي نروح أول متابعاتنا لهذا اليوم. التقينا بالكابتن سامر سعيد رئيس رابطة اللاعبين الدوليين اللي سألناه عن قضايا تخص الرابطة واستعداداتها، وأكد أنه يعني بالنسبة للرابطة أبوابها مفتوحة للاعبين الدوليين السابقين، وقال أنه احنا وجهنا دعوة إلى اللاعب الدولي السابق جسم ميرام للتواجد مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة للاستحقاقات المقبلة. خلينا نشاهد هذا التصريح للكابتن سامر سعيد ومن ثم نعود. بعض الرياضيين تكلموا انه كابتن يونس ليش اجى وليش حضر الرابطه. هو هذا جاي يسألك ان حسبته على يونس محمود. يعني هسه اوكي حضر لنا شنو؟ احنا من غير عالم، مو عراقيين، منتخب، مو قاعدين، احنا شغلتنا كرة قدم. انتم منتخب، اذا كبرنا واذا بقينا احنا ما نعرف غير كرة قدم. موضوع هسه قاعدين ثار هماتين بده موضوع انه الرابطه يطلبون فلوس يلا يجون اللعبات وهاي. لا احنا ما نطلب فلوس. احنا انا عندي ناس انه من نروح لهم يعني مثل المحافظ تروح له ما كرموا يعطيها، انا ما اقول له اعطيني. رونالدينيو ورونالدو وكارلوس وذول اسماء كبيره اجوا للعراق اخذوا ايش البصره بيش جوي مليارين مو جو بمليارين وبالبصره نفس اليوم جوي وراحوا صح. وذول الاسماء على الفتره الاخيره اليوم جاء دعوه الى جسر ميرام يلتحق ويانا. حلو. اي والولد وافق ما شاء الله وطيت المواعيد يعني من هاي الفتره لهاي الفتره. فاحنا قاعد كل الاخوان الرياضيين يخدمونه ويخدمون الكادر التدريبي اللي يشوفوه زين. يعني انا ما مجبور انه انزل وزني واتمرن والتزم. مو صح؟ طبعا ما عندك ما عندي، بس انا اريد اجيب بطوله ثانيه للبلد. شوف احنا مرات ما نحتاج دعم مادي، الدعم المعنوي عندنا افضل. يعني جيتهم البارحه انا بالجروب الاخوان الرياضيين يعني كلهم فرحانين وما يتكلمون انه شفناهم هذول الناس ما متكبرين، يشاقون ويانا ويضحكون ويانا. عكس ذيك الفتره اذا تريد الطب لازم تنتظر لك 4 ساعات يلا. واضح؟ يوم اتصل لي الكابتن سلام قال لي انا ما اقصد انه اسيء لك. هو يعني كابتن سلام مدربي وانا اعتبره بمثابه والدي. حتى انا بالعكس انا ما اقصد اسيء الكابتن عدنان. كابتن عدنان ايضا مدربي وعمره اكبر مني، بس لكن مرات اوصل لمرحله هم يدوسون بالبطن. ترى انا متعمد انه اطلع بعض الاخوان يتكلمون بتفاصيل هم يغشمون نفسهم، لا عبالهم انه هذول هيك وهيك، على عبالهم هاي التفاصيل. اكو تعمد اي شيء عندهم قانوني، قانون موجود والقضاء عادل، مسجله ومعتمده بالدائره نفسها ومعتمده من الاتحاد العراقي بزمن الكابتن عدنان. فاي واحد ما راح يثبت علينا اي شيء راح اقاضيه بالقانون واخذ من عنده مربع. واضح هذا حديث الكابتن سامر سعيد، حدث عن قضايا تخص الرابطه والمشاكل الان اللي جاريه. طبعا تصريح اخر للمدرب الكروي الطالب شلوب يقول انا ما عندي اي مصالح شخصيه مع احد مع هذا الاتحاد، وانا تاريخي يشفع لي. خلينا نشوف هذا التصريح ومن ثم نعود. ما عندي مصالح شخصيه بالاتحاد ولا ويا اي شخصيه بالعراق مهما كان وزنه ومهما كانت قيمته. انا عندي تاريخ وانا موجود بالرياضه العراقيه مدرب ولاعب، وصرفت عمري كله بالسنتر اكثر من 40 سنه. اذا الي حق بالاتحاد او باي مكان اخر اسلك القنوات الرسميه ضمن حدود الادب والتربيه ونتناقش على حقوقنا بهذا الاتجاه. عمل الاتحاد ما حد يقدر يتدخل به. يعني الاتحاد ما يقدر من يريد ياخذ قرار ما يجي يقول لك تعال راح اخذ 1 2 3، هو ياخذ القرار على مسؤوليته. فما اعتقد واحد يتدخل بقرار الاتحاد، وانا متاكد هذا الاتحاد مختلف تماما من بدايه عمله. انا اشوف هذا الموضوع هو التكالب على الكراسي وعلى المناصب بالعراق. بصراحه صار مشروع وغير مشروع. علما مشروع للانسان اللي عنده امانه، اللي يقود بنكران ذات،
اللي ما يقيم الناس عن بغض ومحبة، اللي يطل الناس حقوقها وصدره يوسع الجميع العفو. العكس صحيح بالجانب الآخر. لا، تجديد مع المدرب هو كان بالاستمرار الطبيعي جدا، لأن هسه أنت إذا جيب مدرب غير هذا المدرب راح تصير إشكالات وراح تصير يعني مشاكل فنية ومشاكل إدارية. فاستمرار المدرب أنا أشوفه طبيعي جدا وواقعي جدا. حتى وإن كان محلي؟ أي طبعا هو لا، المحلي هسه شنو؟ مال 7 أشهر تجيب مدرب محلي راح تطير معه 3 أشهر 4 يمكن جيب اللاعبين ودي المشاكل وشغلات. لا، هذا المدرب استمراره مع الفريق من اجى من كاس العالم جدا منطقي وطبيعي. يعني قرار الاتحاد صائب جدا. اي بالضبط. اي بالضبط. انا متاكد ورا هاي 7 أشهر اذا قعد هو والاتحاد المدرب راح يكون الاتحاد والمدرب عندهم حديث ارقى من هذا، ويجوز يروحون الى عقد دائم مع هذا المدرب او من عدمه. واضح كان التصريح لكابتن طالب شلوب ايضا يعني بخصوص ما يجري الان، وحديث عن يعني قرب تواجده في العمل باتحاد كرة القدم، ولكن الرجل وضح هذا الموضوع. طيب خلينا نروح الى يعني نتائج لعدد من المباريات اليوم اللي اقيمت اليوم. كان هناك يعني 4 مباريات، مباراتين انتهت، اللي هي المباراة الاولى الموصل تفوق على ديالى بهدفين مقابل هدف، مباراة وفوز ثمين جدا حقيقة للموصل بهذه الجولة الثانية. الموصل اللي قدم مستويات مميزة. وأيضا المباراة الثانية هي كانت بين الزوراء وكربلاء اللي انتهت أيضا بالتعادل 1-1. وأيضا جاري الآن مباراتين إلى هذه اللحظة، القرمة والشرطة متعادلين 1-1، وأربيل والقوة الجوية تعادل 0-0 إلى هذه اللحظة. كابتن الخلف، أولا يعني خلي شوي نتحدث عن الصراع الدائر الآن. أكيد أنت عندك كلمة وعندك رسائل، وهم أيضا يعني أنت قريب ومن الشخصيات اللي لها ثقلها بالوسط الرياضي الكروي. يعني ما نشوف أنه شوية موضوع زاد عن حد شوية؟ مسخوها. مو مسخوها. أيوة، مثل ما نقول احنا صارت بليه ملح. بليه ملح. والله أنا أقول خلينا نغادر هاي المشاكل، القيل والقال والشكاوي، وهذا قال وهذا أنا عندي تاريخ ولازم أنا أقول لا، دقيقة، خلوا الاتحاد يشتغل الحالي. أوكي، هو اللي قرر، هو اللي عين، وأمامه مهام، عنده بطولتين، بطولة خليج وعنده آسيا قريبة. فاليوم بعدنا لحد الآن احنا نصارع على شيء. ايش قالت رابطة المدربين وايش حكت رابطة اللاعبين؟ وش قالت الانتخابات؟ فلان راح ينسجن وفلان عليه ملفات. كابتن حسام راح اقول لك على شغله واحده. نعم. جزء انا راح افصل لك شغله قد تكون مو في بال احد. زين. لو اجينا سمينا رابطة اللاعبين، هسه هي رابطة لاعبين، اللاعبين القدامى او اللاعبين اللي يلعبون بالدوري. زين. شوف، لما انا اكون رئيس رابطه للاعبين، اللاعبين اللي يلعبون بالدوري، لانه ذول عندهم حقوق وواجبات، يراد لهم احد يدافع عن حقوقهم. من هم اللاعبين اللي يلعبون بالدوري؟ يعني مثلا هذول يحتاجون رابطه، هذول اللي يحتاجون الرابطه. انا شو اسوي بالرابطه مال اللاعبين المحترفين القدامى؟ اوكي، خليهم لاعبين دوليين تجمعهم اكو مشاركات، خليهم مشاركات على عيني وعلى راسي. زين. بس الاولى انا اقول لك التجارب الامريكيه. جيد. ماشي. زين. بالان بي اي الامريكيه، كره السله الامريكيه، زين، كل فريق يلعب 82 مباراه بالدوري. 82. زين. هاي قبل مباراه البلاي اوف. كابتن حسام، فيوم من الايام اجتمعوا ملاك الانديه، قالوا احنا يوم بين يعني كل 3 ايام نلعب مباراه. ملاك الانديه قالوا نريد نزيد عدد المباريات لانه حتى يكون المدخول اكثر. احنا عقود اللاعبين صارت عاليه واحنا بدنا نربح، فعليه شو يريد؟ نزيد عدد المباريات. زين. 82 عدد البلاي اوف، والبلاي اوف يصعدون 8 من الشرق و8 من الغرب، يلعبوا الاول مع الثامن، يعني توصل 100. زين.
لاعبين اجوا على رئيس الرابطه، عندهم رئيس الرابطه اسمه باتريك اوينج، جيد. هذا طوله 2 21 كان يلعب، هم ما شاء الله السله كلهم عمالقه يعني. كلهم عمالقه. هذا كان طالب بجامعه جورج تاون وبعدين انتقل لنيويورك نيكس، حطوه رئيس رابطه. زين. قالوا له انت الداعي عن حقوقنا. جيد. قالوا له باتريك احنا بدنا نلعب كل 3 ايام مباراه، احنا ما نشوف اهلنا، امريكا قاره، اذا تطير من نيويورك تروح لوس انجلوس يراد لك 5 ساعات بالطياره، واكو فريقين يلعبون بكندا مشترك. زين. شو احنا ما نقدر يعني، صار جهد عالي. صار جهد عالي. اجى باتريك وينج اجتمع مع الملاك مال الانديه، زين. قال لهم شو تريدون تاخذون قرار؟ هم واصلين للمباراه 70-71 زين. بالدوري. قالوا له احنا نريد نزيد عدد المباريات، وقررنا ان نزيد عدد المباريات. قال لهم هذا القرار انسوه، لا تتخذونه، بالتالي تتندمون. قالوا له والحل؟ شنو الحل؟ شو تريد تسوي؟ قالوا بدي اقول لكم هدتهم هو. هم اتخذوا القرار، صدر قرار باتريك اونج اللي هو رئيس رابطه اللاعبين. قال لهم ممنوع اللعب، كل اللاعبين ما يلعبون مباريات ما تبقى من الدوري، اضراب. زين. هذا الرجل اللي يشتغل لمصلحه من؟ اللاعبين. هذه مصلحه. شوف لازم اكو لائحه خاصه المن للاعبين اللي يلعبون بالدوري. عندك محامي، العقود من عندك. هذه الرابطه لو تصير فعلا يعرفون شنو مهامها. غير هذه، انا اقول غير هذا العمل اللي موجود حاليا. اكو عمل اللي يقوم به حياتنا سامر. نعم. مع اللاعبين ومهتم بيهم ولمهم وكل شيء يجي وهي ايجابيه يعني. افتم عليه. نعم. بس اقول لك شغله واحده، احنا يرادنا اللاعبين اللي يلعبون بالدوري، يعني اليوم ايش قد حقوق اكو لاعبين عقودهم ما ياخذون فلوسهم، ما ياخذون رواتبهم، ما ياخذون عقودهم. زين. منو اللي يدافع عليهم؟ عندهم محامي يدافع عليهم؟ لا طبعا. للرابطه يعني مسوي لجنه شؤون اللاعبين بالاتحاد. لكن انا رايي، عندي راي بهذا الموضوع. والله لو يلغون الاصوات مال الرابطه مال اللاعبين والمدربين، يلغون، ما ينطوهم اصوات وما يصيرون بالهيئه العامه، نخلص من هالمشاكل كلها، لان هو الصراع كله على المستوى. مو راح اقول لك شغله واحده كابتن، وهو هذا الصراع والله. كابتن حسام. نعم. انت هم باكر تقول الغي رابطه الحكام، الغي صوتكم، الغوا الصوت. اي خلاص ما الغي رابطه، الغوا كل الاصوات. ابقى ما انطي صوت بالانتخابات حتى يصوت، لان الصوت مال الانتخابات هي المشكله. بس حسام راح اقول لك شغله واحده. زين. خلي انا اسالك هذا السؤال واسال كل الاخوه اللي يتابعون البرنامج. زين. ايهما الصوت الاوعى الواعي؟ صوت انا اقول صوت المدرب رابطه. وصوت اللاعب من المفترض، وصوت الحكم، لانه هم عناصر اللعبه. من المفترض يكون الصوت بس. وانا اقول اكثر من الصوت. انت تجيب واحد قد يكون هو ما ممارس كره قدم، اجى صار رئيس نادي وصار رؤية عامة. صح. حرام هذا كابتن حسام، ما تصير هالشيء والله كابتن. مع احترامي وتقديري للجميع، هاي الاصوات هي بلاوينا، نلغيها ونخلص من عندها. يعني اتمنى انه حتى تلغى، مو كابتن صباح؟ نعم. كابتن صباح جمعه. يعني هي مشكلتنا الصراعات الان كلها بسبب الصوت الانتخابي، يعني نقطه راس سطر. يعني اكيد استاذ حسام، يجب ان نتخلى عن هذا الموضوع، موضوع النزاعات الشخصيه ونزاعات الكراسي والمناصب الحقيقه، ونفكر بموضوع هو اهم، وموضوع تطوير كره القدم بالعراق. العالم المتمدن وصل الى مرحله متطوره جدا. يا الله الله. واحنا بعدنا لحد الان نراوح بمكاننا. هذا رئيس اتحاد، وهذا غير شرعي، وذاك عنده مجموعه، والاخر عنده مجموعه تعمل له. وهذا الموضوع كله بصراحه كله يصب لتدهور كره القدم، او بالاحرى حتى نوصل الى مرحله انه وصلنا بعد ما نقدر نكون فرق تضاهي المستوى العربي او المستوى الاسيوي او المستوى العالمي. لهذا احنا بقينا نراوح بمكاننا. رجعنا لي ورا همين، مو بس نعم. يجب ان تاخرنا هواي وناس سبقتنا، واحنا لازلنا لهذه اللحظه صراع على الكرسي. هذا الكرسي والله العظيم هو بلاوينا، هو المشكله الوحيده. واليوم هاي الروابط الصوت الانتخابي، صدقني هسه لو ما عندهم صوت انتخابات وما يتواجد انتخابات والله ولا واحد ولا تصير مشكله. احنا الرياضيين بيناتهم يتصارعون على الكرسي، هاي مشكلتنا. وهذا الموضوع استاذ حسام موضوع تصارع على الكرسي اكيد 100%. احنا من باب انه نكران الذات ونفكر بالمصلحه العامه، هي مصلحه العراق اولا واخرا، لانه احنا مقبلين على بطولات، وبطولات اكيد راح تكون مهمه. نتائجنا بالفتره الاخيره يعني حقيقه
شويه صعبه جدا، وخصوصا بكاس العالم. يجب ان نعيد حساباتنا وحسابات اخرى. اللي جرى مع الاتحاد السابق بقياده عدنان درجال كمل اللي عليه، والحمد لله. الان نطمح انه نكون نحو الافضل بقياده الكابتن يونس محمود، وتحقيق طموحات الشارع الرياضي، لانه حقيقه احنا نطمح انه يكون المنتخب العراقي والانديه العراقيه على مستوى مميز، لانه احنا مقبلين على بطولات قاريه ان شاء الله. إن شاء انا الله. اتمنى انه أكيد. يسود الوئام ويسود الامان بين الجميع ونتمنى احنا، بس هذه الامنيه صعبه تتحقق يعني. هاي ما دام- رساله للجميع ان شاء يعني الله. مو إنه كابتن خلف مصلحه العراق نعم. فوق المسميات. احسنت، هو هذا اللي نتمناه. لكن يعني كابتن خلف، انا يعني شوي هم الكابتن عدنان عمل واجتهد بالاتحاد، وعلى الاخوان يكملون المسيره. هسه اللي يقول ما عمل هذا يجافي الحقيقه، واحنا حكينا وانا اكثر من مره وانا اعتبر من الناقدين يعني القلائل اللي يعني صدوا لملفات مثلا الاتحاد او غيرها. لكن انا اقول على الاتحاد الحالي ان يستمر، وايضا على الكابتن شويه هم أنا يعني شوي خليه يتقبل كابتن خلف. كابتن، مرات احنا دائما نقول بالعمل اكون كران ذات. سالوا رئيس الاتحاد الياباني يمكن قبل 10 سنوات، زين قالوا له شو وقت تنافسون على نهايه كاس العالم؟ زين. قلت لهم يحتاج لنا 50 سنه او بال 2050 2050 او 60 على ما اذكر يعني. اي يعني هو اعطى مجال هذا الفن. صح. هذا الرجال كان عمره بحدود ال 65 70 سنه، رجال شبيب. زين. يقول لي هو من خطط لكره القدم اليابانيه. من راح يتحقق الانجاز هو موجود بالحياه لو هو شبع موت؟ لا هو يغادر، هو راح غادر، ما تدوم. اي غادر هم. هو وضع اسس. انا اقول هنيئا لكل واحد يوضع عمل، ومن يغادر المكان يجون الناس الاخرين يكملونه. يعني انا مو ابيها رساله. ها ابيها رساله. خلي والله راح اقول لك شغله بعدين. زين. اليوم عندنا مساله الاصطفافات. خلي نحط خط جوا كلمه اصطفافات. خطوط، 3 خطوط. حط خطوط. اي. انا وياك متنافرين. زين. ماشي؟ ماشي. لو انت صرت بالمكان راح تجيب رواق جماعتك طبعا. اللي دافع فريقك اللي دافعوا عليك واللي نكلوا بيه. ابيها رساله. خليها رساله هاي. زين. هذا واقع حال، انا ما احكي لك. صح. فهمت شلون؟ هذا واقع حال اللي احنا عايشينه. بنفس الوقت انا نفس الشيء. اوكي، ذول الناس الشريحه اللي بالنص ما لها علاقه لا بيك ولا بيه، بس تريد خير البلد وموجودين كبار. شنو مصيره هذا؟ هذول شنو مصيرهم؟ يعني الا الاصطفاف يلا حتى ياخذ منصب؟ مع الاسف يعني عيب. عيب. هو هذا اللي يصير مو؟ هذا اللي يصير، هذا واقع حال. للاسف انا اقول هذا. يعني الناس اللي ما لها علاقه اليوم ما تصير. ما يعني هذا لو تصير هذا يعني يجبرون الناس لو ويا هذا الفريق لو ويا الفريق. شوف، او اكو مساله مهمه جدا. انا اليوم اريد منك منصب. زين. هسه انا اذا اريد اتقرب عليك اقول لك حسام والله انت شخصيه رائعه جدا وعملك رائع جدا، امدحك، ما اقول مدح. زين. امدحك وامدح عملك. زين. هنا ممكن انت تقربني. صح. اوكي، لكن لا تقربني لانه حكيت على الشخص الاخر بالسلب حتى تقربني. هذه مصيبه. هذا جاي يصير. هسه تقول لي هاي مبطنه، هاي رساله مبطنه. لا واضحه. احنا ما ندري. هاي مو بطنه، هاي رسائل واضحه يعني. احنا هاي ما نريدها. نريد الناس الاكفاء، الشخص المناسب، المكان المناسب. هو حتى نبتعد عن كل هذه الامور اللي منو بداها هاي؟ منو بداها؟ يعني كلهم هو منو كلها غلطان. الشخص الوحيد اللي ما عمل بها اللي هو الهيئه التطبيعيه كابتن. نعم، ابو تحياتنا راح اقول لك حاج اياد بن حاج عمل بمهنيه عاليه. ابو حوراء تحيه لك، وانت من اروع الناس اللي اجت اشتغلت بالتطبيع، وبالنتيجه بالمحصله حصل صوت واحد، صوت وناس ضغطت دخل يعني رئيس وزراء السابق ووزراء دخلوا ومنعوا انه توصل للاصوات. الكارثه مو هنا، الكارثه انه بيوم تقديمه وترشيحه لاتحاد كره القدم رئيس الاتحاد السابق قدم حرك عليه ملفات للنزاهه. هاي ترى مصيبه والله العظيم. مو احنا هذه ما صايره يعني، والله العظيم كارثه.
يعني يصير انا اليوم الحاج اياد بنيان لما يقدم ترشيح انتخابات تتحرك عليه ملفات بالنزاهه. لك شنو من بشر انتم؟ شلون تشتغلون انتم؟ يعني شو راح تقولون الله سبحانه وتعالى باكر عقبه؟ شو تقولوا له؟ ما اعرف شو تقولون لهاي الناس. هسه اكو ناس ترى ما تدري بالحقيقه. يا عمي ترى هاي مصيبه والله العظيم. يعني يصير انا من اجي انافسك احرك عليك ملفات بالنزاهه؟ ما يجوز. كارثه هاي، وصار لها سنوات طويله، هي يمكن 4-5 سنوات وما بها اضرار. وشو راح اقول لك انا؟ وهاي مصيبتنا، هاي مصيبه. اقول لك شغله واحده، يمكن احنا انا وياك من زمان يعني نطلع بالافاق وقبلها ولا هاي. صح. يمكن خلال هالفتره اتحاد كره القدم كان من اروع ما يمكن وبدون مشاكل خلال الفتره التطبيعيه اللي قاد بها الاتحاد ابو حوره. صح. مهنيه بكل اللجان. والحمد لله. تصير اخطاء هسه ما ندري نقول ما بس ما تصير اخطاء وهذه حاله طبيعيه. والحمد لله. بس ما كوارث. اليوم حيدر عوفي تحياتنا للدكتور. وهذه خطوه جيده لاتحاد كره القدم انه هذا الرجل اللي مشى لجنه المسابقات في ذلك الموسم اللي هو موجود اليوم على راس اللجنه. وهذه حاله ايجابيه. تحياتنا. واضافه الى الايجابيات اليوم نتحدث شركه للاحصاء لاتحاد كره القدم تعاقد معاها ان شاء الله. وهذه الشركه اكيد عندك وجهه نظر اللي انا ايضا شفت تصريحات سابقه انه بال 23 ظهرت يمكن او 23 او قالوا نحن الاتحاد ما تعاقد بها، واكيد الاتحاد ما تعاقد بها. يعني هم قبل تنحسب هاي للاتحاد. انا هم اشوف ناس تحاول انه تحسبها على هذا. عمي ما يخالف، كابتن لا تحسب. عمي هو اللي يريد يروح يطبق مو يحكي للاعلام. هسه هذا الاتحاد لا حكوا بها ولا قالوا بس وقعوا، وبالتالي تنحسب لهم. هذه انا وتخدمنا اليوم كرياضه عراقيه. جد فائده هاي الشركه. كابتن حسام الله يخليك، خلي نقول هذه تنحسب لكره القدم العراقي. مو صح؟ مضبوط. انا اجي للاتحاد، هذا واجبي اطور عمل الاتحاد. هو الي هذا واجبك، انت جاي تخدم المنظومه. هذا واجبي انا. ليش العالم انتخبوني وحطوني عضو ولا نائب ولا رئيس؟ جاي اقدم عمل. انا اقدم عمل واريد اطور كره القدم العراقيه. شنو فائده هذه الشركه اليوم وفائدتها اعلان هذا يعني احصاء رقمي، شركه عالميه، عصر الذكاء الفني. كابتن هاي جد راح تخدمنا. كابتن راح اقول لك شغله واحده، بالدورات التدريبيه نعم قبل ما كانت احد يجيك يعطيك محاضره بالتحليل. زين. اجانا هانز رومانسكي يمكن سنه 87 خبير بالاتحاد الدولي الماني. زين. اعطانا طرق علما للتحليل احنا ما كنا نعرفها ايام زمان. حتى عبد الله احمد الوحش هذا الولد المصري. الان العالم تطور، صارت تكنولوجيا كلها دخلت. واضح. كمبيوتر كله دخل. صح. اكو ابديت مستمر. كل شيء. انت يا حسن راح اقول لك مثلا، انا على طول اجيب هذا المثل. حيدر عبد الكريم راح للنصر السعودي. زين. لو نصر السعودي مطالبين من نادي الزوراء قالوا له اعطونا احصائيات عن هذا الولد. اي اريد احصائيات. ايش قد لعب بدوري الناشئين، ايش قد لعب دوري الشباب، ايش قد لعب بالفريق الاول، ايش قد سجل، ايش قد سوى اسيست، منين. اليوم هذه شغله جديده راح تخدم اللاعبين انا اتمنى كل الانديه تروح بهذا المجال. خلاص على اعتبار اليوم هذه المنظومه دخلت جديده بالاتحاد، هاي راح تخدمنا اكيد. لان هذا تعرف ذكاء، يعني ذكاء الفني، وتعطيك ارقام احصائيات عن دوريه. كابتن صباح، يعني شنو الفائده برايك انت اليوم جد راح تخدمنا هذه شركه وايسكوت للاحصاء اللي دخلت تنطي احصائيات على دورينا ومنتخباتنا الوطنيه؟ انا اتحدث عن ارقام كبيره، يعني تحليل اكثر من 400 مباراه واكثر من 2400 تقرير بحالات فنيه بكره القدم او بدورينا او بمنتخباتنا الوطنيه. اكيد العالم المتمدن وصل الى مرحله الاحصائيات واصبح علم. الكلام الاستاذ خلف قال اكو احصائيات المفروض انه نادي النصر السعودي يدز بيانات النادي الزوراء ويعرفون حتى ايش قد لعب، الارقام اللي مر بها. الان اللي موجود الاحصائيات في كره القدم او في كل المواضيع انه موضوع مهم جدا. والدليل انت المدربين اللي موجودين اللي عاملين مع المنتخبات الاوروبيه لديهم محلل بدني او محلل احصائي. صح.
فتحس انه دائما يحس انه موجود كل الاحصائيات اللي موجوده باللاعب، هذا يكون جاهز او غير جاهز او ايش يحتاج حتى احنا نطوره. احنا ما نجي نعتمد على النظري فقط، اما مواضيع الاخرى انه الاحصائيات ضروري جدا حتى نحسب حساباتنا بالمستقبل. هذا اللاعب ايش قد راح يتطور بهاي المرحله السابق اللي راح تجي ان شاء الله. واضح ان شاء الله، اكيد وهذا نتمنى يعني تكون هناك يعني اشياء تخدمنا في دورنا. ويقولون الاتحاد انه احنا خلال الايام المقبله هناك مفاجآت، نتمنى تكون مفاجآت ساره مو؟ ان شاء الله اشياء جديده، لان عندنا ملاحظات كثيره على عمل الاتحاد، ونتحدث ايضا يمكن بسياق الحلقه على مواضيع اخرى. خلي نروح الى دورينا. واليوم كان هناك مباراتين، الموصل ودياله. الموصل الكابتن خلف يعني يفوز بهدفين مقابل هدف على دياله، نتيجه ايجابيه جدا الحقيقه لنادي الموصل، اللي فريق الموصل يقدم مستوى مميز حقيقه. كابتن حتى في المباراة الأولى كانوا ممتازين جدا. أنا يعني بالمباراة الأولى كانوا هم أقرب إلى الفوز، أما في مباراة اليوم يمكن أنت يوم الأحد طالبنا بشيء أنه الأفضل بالدوري اللاعبين كذا صح. اليوم أكو نقلات سريعة وكو فريق يلعب كرة قدم يوصل للمرمى بسهولة. مجموعة لاعبين مبدعين جدا. قد يكون لاعب جيلان لقمان قد يكون واحد من أبرز لاعبين هذه المباراة، سجل هدف وصنع هدف. أجمل هدف سجله أندري سناطي في هذه الجولة. راح طالبنا بأجمل هدف أكيد. اللي علي شاخوان حالة من الإبداع في وسط الملعب. تحس فريق الموصل فعلا فريق مقتدر قادر على فعل الكثير. طبعا اليوم بالجانب الآخر أنا ما شفت فريق دياله. صحيح دياله هزم فريق نادي الطلبة بالجولة الأولى بالدقيقة 84 كان متأخر ورجع للمباراة زين. لكن مو الفريق اللي شاهدناه بالدقائق الأخيرة أمام الطلبة. ففوز مستحق لفريق نادي الموصل في هذه المباراة. اليوم لحتى اللحظة ما أدري أنت هسه النتائج عندك، يعني القرمة والشرطة والجوية وإربيل في حالة عدم فوز أي من الفريقين، هو خاصة يعني فريق خلينا نقول فريق إربيل، فريق الوحيد إربيل لو فاز اليوم يوصل للنقطة للعلامة الكاملة. لأنه كل الفرق يعني الفرق المتصدرة هسه متصدرة ب4 نقاط. زين. عندها تعادل وعندها فوز. زين. بالمناسبة يعني لأنه الثلاث فرق اللي فازت ذاك الأسبوع تعادلت. هسه بعد احنا منتظرين مباراة إربيل والقوة الجوية. لا زال التعادل، شوط انتهى 1-0. إذا انتهت بهذا الشكل معظم الفرق راح تروح المن بعد نهاية هذه المباراة يروحون كلهم للنقطة الرابعة. جيد. واكيد والقرمة دقيقة 51 هم بعدهم متعادلين 1-1. القرمة متقدمين 2-1. هاي على شرطة هم يوصلون 4 لأن متعادلين بأول مباراة. واضح. اكيد. طيب كابتن صباح الموصل يقدم يعني انا اشوف مستوى مميز جدا، تفوق على دياله بهدفين مقابل هدف، يعني نتيجه تعتبر ايجابيه لفريق قادم من دوري يعني الدوري الممتاز. اكيد استاذ حسام، يعني هاي حقيقه تحسب للهيئه الاداريه للنادي الموصل بالاضافه الى الكادر التدريبي. بمباراتين استطاع ان يحصل على 4 نقاط، يعني معنى انه بالوتيره الصح اللي جاي يشتغل بها النادي الموصل. ال4 نقاط الان صح الجوله الثانيه موجوده، لكنه انا اعتقد انه ممكن يصير متغير بالجولات الاخرى، لانه يحتاج الى عمل منظم، ويحتاج الى ان يكون نادي الموصل يستمر بوتيره واحده، وهذا يخليه دائما في مقدمه الفرق ان شاء الله. يعني اليوم فاز على فريق دياله اللي فاز على الطلبه بالمباراه الاولى بهدفين مقابل هدف. يعني انت تتحدث عن فريق انت تفوز على فريق فايز على الطلبه، يعني هذه نتيجه تعتبر ايجابيه جدا. النتيجتين هي ممتازه استاذ حسام، الفوز على التعادل مع الطلبه وفوز على دياله جعل منه يحصل 4 نقاط. يعني حقيقه انه الفريق جايب وتيره صحيحه، بالاضافه الى العمل التدريبي والاعداد الصح والاعداد الممنهج، قدر انه يكون بهذا المستوى. نتمنى ان يكون الموصل بالجولات الجولات اللاحقه ان شاء الله ان يكون على قدر المسؤوليه ويحافظ على صداره
المجموعه ان شاء الله. واضح كابتن خراف. قبل لا اروح الى مباراه الزوراء وكربلاء، يعني انا شاهدت اليوم تفاجئت بمقاطع فيديو. يا شباب اعطوني مقاطع فيديو لملعب النجف، ملعب النجف الدولي، واحنا كنا نحكي نقول الملاعب سيئه غير جيده غير جاهزه. اللي شفته اليوم بملعب النجف انا صدمني الحقيقه. انا اشوف دائما نشوف صور الخارجيه لملعب النجف، شوف الارضيه ممكن مدرجات، لكن تجي تشوف هذه الاوساخ، هاي كميه الهائله من الاوساخ بالملعب، هذه صدمه. انا صدمت الحقيقه. هذه المقاطع الان بالصوره، ممكن عندي مقاطع اخرى شباب. يعني معقوله ملعب صرف عليه ملايين الدولارات ما عاد تجيبون منظومه للطيور؟ منظومه، هي منظومه شدوها طارده للطيور. يعني معقوله هاي ارضيه ملعب؟ هاي مدرجات ملعب؟ يعني ما اعرف المسؤولين القائمين على الملعب. غريب يعني والله العظيم. نحكي على الملاعب الارضيات، نروح احنا نركز على الارضيات، انه بنجي على المدرجات تطلع كارثه. يعني هاي المقاطع انا ما اعرف يعني معقوله؟ وينكم المسؤولين على التنظيف؟ ترى ما يراد لها يعني وما ينغسل. شباب اعطوني المقاطع الاخرى. ايضا جمهور الزوراء تحدث وكان موجود كذلك بالملعب، وايضا يعني تحدث عن مكانات هم كلها اوساخ على المسؤولين. يعني شويه لجنه التراخيص، يعني انتم نايمين قاعدين؟ انتم وين؟ تدورون بس مربعات يعني مثل المستطيل الاخضر، غير تروحون تشوفون المدرجات، تشوفون شنو وضعها. يعني هو هذا المكان لائق انه يجي يقعد بيه جمهور؟ ماكو مكان يقعد بيه جمهور. يعني كل مشجع يجي يجيب وياه بطانيه ويفرشها ويقعد. يجيب وياه مكناسه، يجيب وياه مكناسه، يجيب وياه ماء، يغسل المدرجه. خلينا نشوف هذا المقطع ايضا لجماهير نادي الزوراء اللي كانت تواجه الملعب ووثقت هذه اللقطات، وعلى الاسف يعني والله صادمه جدا. اعطوني يا شباب. تعال شوف المنظر المحتاج طحالب غروب كراتين. هاك تعال شوف 5000 الله ما يرضى 5000. تعال يلا 5000 هاي طبيك ما جبنا نظيفه 5000. وين الاتحاد؟ وين لجنة المسابقات؟ 5000 الله ما يرضي. ما يقعد فيه اصلا. وخر كافي. هاي طبعا امام انظار المسؤولين باتحاد كرة القدم ولجنة التراخيص. يعني هذا المشجع يروح للملعب يعطي 5000 راح يخلصها وقفه ساعتين، يعني ماكو مكان يقعد بيه. 5000 دينار، يعني لو جايبيكم فد 4 من المصدر على 15 20 الف دينار ينظفوا لكم مدرجات، ما يراد لها ترى والله مو صعبه يعني. بس ما اعرف يعني لان ماكو حساب وما حد يراقبكم وما حد يتابعكم، هاي التراخيص اللي هي على العلاقات جاي تمشي الملاعب، لذلك يعني كل شيء راح يمشي، يعني ما حد يحاسبكم ولا يعني والله العظيم. ما يعني احنا نحكي على الاتحاد السابقه، نجي على الاتحاد ولازم كل حاله لازم احنا وايضا مستمرين كل حاله والله سلبيه نظهرها ونتابعها، لان احنا نريد يعني اجى ضيف من برا خارج البلد اجى يتفرج مباريات الدوري، يعني شو يشوف؟ وين يقعد؟ كابتن خلف يعني والله العظيم مصيبه. كابتن حسام، هذه مرافق دوله، مستشفيات، مدارس، ملاعب. عاده في كل دول العالم، واحنا عشنا عالم الاحتراف برا، نعم، كثير من الدول عنده قاعة داخلية لها مدير. صح. المدير عنده مجموعة من العمال، يقعد من الصبح يجيب العمال يوقفهم يقول لهم اغسلوا المكان للقاعة. القاعة بها مدرجات، صح، ممكن طيور تدخل وتوسخ، ماكو مشكلة، بس المكان لازم يتنظف قبلها بيوم على الاقل تقدير. لا هذه يوميا. انا اقول لك اوكي الان هسه عمي مريض بعدين هسه لو بالشهر مره ما يصير. انا شو اقول لك، اليوم يجب ان تكون هذه الملاعب لكل ملعب اكو مدير وعنده كادر كبير هو يطلبه منين، اذا كان تابع لوزاره الشباب او اذا كان تابع للمحافظه. صح. هذا الملعب تابع لمحافظه النجف، نعم. خلاص من المحافظه يعينون له مجموعه عمال يشتغلون وهو باشرافه. زائدا البلديه تجي تغسل، تجي مي، حتى ما نكون موظفين يعني
انا ما محتاج موظف، انا محتاج الموظف قاعد يكتب يا كابتن حسام. انا هسه هو محتاج موظف خدمه، موظف بس انا القصد يعني انا محتاج اكو ترى موظفين. انا محتاج عمال، ويا مكثر عندنا الفضائيين في كل الوزارات وداعتك ما يشتغلون والله. ما هذا باتحاد كرة القدم فضائيين بس ياخذون رواتب. لكن احنا عندنا مشكله، احنا مو فقط نخليها على احنا كمواطنين تدري احنا ما نهتم بالموجود للدوله، نعتبر هذا خاص بالدوله. صح. يعني هسه هو نفسه المتفرج اللي قاعد، انا متاكد هو اذا شرب الجيجاره القطف راح يدبه، او جايب اكل يدبه بالملعب، ما يدبه بالزباله. ليش؟ لكن تدري هو وين حريص هذا المواطن؟ حريص بس على بيته، من يطلع برا يوسخ بالشارع فعلا. وهذه مصيبه، هي مصيبه الدوله ومصيبه المواطن. واضح. والمسؤوليه اكيد على يعني المسؤولين الاخوان بالاتحاد، على اللجان. هذا الملعب ما يترخص، ترى لو قايلين لهم نظفوه حتى نعطيكم ترخيص كان نظفوه. كابتن حسام انت لو شايف القطعه اللي بالنص بالملعب، انت ما شفت المباراه، اكو قطعه بالنص تحس الثيل محروق اصفر. زين يا اخي هسه انت المسؤول على ارضيه الملعب، شيل هذا المربع القطعه مترين في مترين، ودي يجيب لك ثيل هندي، شيل ذاك وهذا الطيمه يطلع وتروح كل شيء. لكن ويا ما انتهج احنا مو والله واحد قهر. نستمر اكيد بمتابعه هذه التفاصيل لان هي مهمه جدا حقيقه بالنسبه لنا، لان احنا نريد دوري بجماليه ودوري منتظم، ويعني دوري يليق باسم اكيد كرتنا الكره العراقيه. الزوراء وكربلاء كابتن خلف تحدث عن هذه المباراه، لان الزوراء اصدروا ايضا بيان على يعني استغرابهم على الحالات التحكيميه. ممكن شلون نشوف مباراه الزوراء كربلاء حتى تتحدث عن حالات تحكيميه؟ والله انا راح وايضا عندي حاله تحكيميه. كربلاء والزوراء هي مشابهه لمباراه كربلاء والشرطه. انه صح نفس الشيء. لكن الاختلاف وين؟ وين؟ انه الزوراء مطرود من عندهم لاعب. صح. وكربلاء بالمباراه العكس عادوا للمباراه وهم نقصوا. وكربلاء هم اللي سجلوا على الشرطه. عافيه. وعلي عدنان سجل على نفسه لنادي يعني لنادي كربلاء. تحس حتى العشر دقائق الاخيره كان افضل. انا شفت كربلاء كانوا افضل. اليوم حتى بالمناسبه من نطيق احصائيات حسن حارس، اليوم بطل المباراه احمد باسم. انت ليش نقول حارس الزوراء؟ حارس الزوراء بطل المباراه، بطل المباراه، نجم المباراه. يعني ايش قد خلص اليوم؟ تدري ايش قد خلص كرات؟ كرات كثيره. بدليل انه باشر من نعطيك الافضل، التشكيله الافضل راح نقول لك ترى احمد باسم، روح سال نبراس وسال كل الاخوان. اي والله. فتحس انه فريق الزوراء يعني من مباراتين مسجل هدف واحد. اليوم انت تريد تفوز، عندك القدره على التسجيل. هسه احنا راح نتكلم جزء، انت تكلمت البارحه على فريق الميناء، او مثلا اللي سجلوا جولين، اربيل، النفط، اليوم جولين، فريق الموصل. يعني هسه احنا لحد الان ما واصلين فريق يسجل 3 أهداف، هي الماكسيموم هدفين. احنا ايش محتاجين؟ محتاجين اكو لعب هجومي، قدره للوصول الى المرمى. فريق الزوراء رغم النقص يعني هسه العذر اليوم نقص عدد زين، لكن اليوم افضل من مباراتهم الاولى انا برايي. اي لانه اليوم محمد شريف زاد محمد قاسم حاله من الابداع. كان محمد قاسم مميز مباراة. مميز جدا. فنقول يعني حتى هاي النتيجه من نتكلم عليها، نعم، نظل نقول كربلاء نقطتين من افضل فريقين بالدوري اللي هم الشرطه والزوراء. حتى التعادل انا اقول مقنع بالنسبه لفريق كربلاء، لانه ظروفهم صعبه. يعني يا دوب كم وحده تدريبيه تدربوا تحت اشراف المدرب اللي وقع وياهم من اسبوعين. فانا اقول كل هذه الظروف الصعبه تحصل لك نقطتين من اقوى فريقين. طيب بما انه تحدثنا على الزوراء وصار عنده حاله طرد بهذه المباراه، خلي شباب اعطوني حاله الطرد ممكن نتحدث عنها اللي هي انا استغربت حقيقه، شفت الحاله ولا اعتقد انه الحاله يعني تستوجب طرد. يعني انا شفتها ما اعرف، هسه نشوف المحللين شباب اعطوني الحاله التحكيميه اللي صارت بالمباراه، حاله طرد ماسيس من المباراه اللي النادي الزوراء على ضوءها ايضا صدر بيان الان يستغرب نادي الزوراء. يعني هنا اكو خبر يقول اصدروا بيان رسمي نادي الزوراء بخصوص هذه الحاله، يقول تبدي الهيئه الاداريه نادي الزوراء استغرابها الشديد من الاداء التحكيمي في الذي رافق مباراه فريقنا مع كربلاء، وما شهدته المباراه من حالات وقرارات تحكيميه اثرت بشكل مباشر
وسلبي على مجريات اللقاء ونتيجته، وإذ نؤكد احترامنا الكامل للطاقم التحكيمي والجهات المسؤولة، فإننا نطالب بمراجعة الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة بصورة دقيقة بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية. كما تطالب إدارة النادي اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام بضرورة الاستعانة بحكام عرب أو أجانب في المباريات المقبلة لضمان أعلى درجات الحياد والعدالة التحكيمية والحفاظ على نزاهة المنافسة. وتؤكد إدارة نادي الزوراء أن اعتراضها يأتي في منطلق الحرص على حقوق النادي ومصلحة المسابقة وضرورة توفير بيئة تنافسية عادلة تضمن حصول جميع الفرق على حقوقها الكاملة داخل الملعب بعيدا عن أي تأثيرات وقد تنعكس على نتائج المباريات. الآن أكيد يعني نادي الزوراء اليوم من يصدر بيان فهذا أكو ضغط عليه نتيجة نتائج المباريات، وهذه حالة طبيعية جدا، لكن غير طبيعي أنت ثاني مباراة تريد حكام عرب، وأنا يعني أشوفها حالة غير طبيعية. مع التأكيد أن الحالة شباب طنها الحالة حتى نتحدث عنها، أن الحالة اليوم مثلا نجيب حكام هسه احنا غير الاتحاد يكملون يتعاقدون، هذه حالة اللي بسببها طرد ماسيس يعني بالمباراة كابتن خلف. هل تستحق طرد هذه الحالة؟ شوف هسه هذه الحالة هي مكاتف. شباب عيد الحالة حتى يشوف الكابتن خلف والكابتن صباح أنا شفتها حتى يصير حديث عليها يعني شباب إذا ممكن. أنا شفتها كثير. شفتها أصعب القرارات اللي يتخذها الحكم هي حالة الطرد. أو هاي الحالة أنا لا شاهدتها عدة مرات. طيب أصعب الحالات اللي يوقف عندها الدالة يعني زين الحكم اسمعني حالة الطرد والكارت الثاني الأصفر اللي يؤدي إلى الطرد، لأن يجي قرار من الفار. المهم على كل حال يعني الفار بعث عليه، فاللي صار بينه وبين الفار احنا ما نعرفه. يعني لا هو نعرف الحالة اليوم إذا يتخذ قرار هو مشي المباراة، بس إذا جاء قرار من الفار يعني اكو حالة يقول اكو حالة تعال شوف بعدين يصير يشوف الحالة ويتخذ قرار. هو شاف هو راح للفار. هو بالبداية اتخذ القرار الجري انا اقول عليه. قرار الطرد هو اتخذ القرار. جيد. من راح خابروه الفار احنا ما نعرف ايش قالوا له احنا شاكين بهاي الحاله. جيد. هي مكاتفه وممكن ما ترتقي الى حاله الطرد وعليه تعال راجع تروح شوفه انت. جيد. الان هو يشوف زائدا دا يتكلم لانه ياخذ وقت. واضح. يعني الوقت الاضافي يتشاور مع الحكام. هي الوقت الاضافي راح بحدود 9 دقائق لانه تاخروا هوايه. طبعا هاي معاناه مال ترجع للفار 9 دقائق ما تتخذ قرار، يعني هاي مشكله لازم نسويهم توقيت. لا هي ما راح يعني لازم دقيقه ترى هي ما يراد لها تطاوح على الحاله واخر لاعب او ما اخر لاعب وثمانيه. صح؟ ليش التاخير؟ على كل حال هو 9 دقائق يعني الوقت الاضافي بكمله سواء الفار او غير التوقفات والتبديلات. زين. الان اتخذ القرار الصعب انا برايي زين. هو راح شاف الحاله. طيني قراره صح لو مو صح؟ هذا القرار قرار انا ما اقدر اعطيك. والله اريد قرارك انت اليوم انت حكم وهاي الحاله شو تقول عليه؟ لا انا يمكن واضح ابعد عنها. يعني شنو؟ يعني يقولوا تصفر؟ يعني انا اقول احتكاك بالكتف طبيعي قانوني. اذا يعني اضطرت. ومع العلم ترى اقول لك شغله واحده، هذا الولد واحد من افضل الحكام علي حسين. بس هو مو هو يتحمل القرار ايضا هو والفار. مو صحيح؟ اي لان انت اليوم نادي الزوراء اليوم تبقى مساله راح اقول لك شغله واحده. يعني الاخوه في نادي الزوراء يعني المطالبه بحكام عرب واجانب انا اقول خل نغادر هذا الموضوع. فهمت شلون؟ اوكي هسه انت اذا تريد تجيب حكم مثلا عندك مباراه جماهيريه كابتن حسام زين وقلت انا ما اريد الحكم محلي يحكمون لي هاي المباراه زين تطلب من الاتحاد تقول لهم جيبوا لنا حكم من اوزبكستان مثلا اللي هم افضل الحكام. زين. هنا اوزبكستان افضل حكام؟ انا باعتقادي بالقاره افضل الحكام. شو تقول له انت تتحمل نفقات الحكم اللي تجيبه. هاي اول حكايه طبعا الاتحاد سابق كذلك حاقب تتحمل تعال يعني. كابتن حسام مره صارت هو خلي ما عندهم اموال حتى يعطون كابتن حسام راح اقول لك شغله واحده. مره صارت مباراه نادي العين طرفها بالامارات. زين. يمكن العين والوحده اعتقد. زين. طالبوا مدرب حكم اوروبي جابوا لهم حكم اوروبي. الفندق مالته والتذكره واجوره
اجوره 74,000 درهم. زين يعني زين تكلف حوالي 20,000 دولار بالمباراه. بالمناسبه الاتحاد المباراه الحالي الواحده. بالمناسبه الاتحاد الحالي تناقش مع الاسبان الليغا بخصوص حكام يعني لاداره المباريات. وصلت تكلفه الطاقم التحكيمي الواحد وصلوا لمرحله اخر مرحله هي 50,000 دولار. ايش دا اقول لك انا قلت لك هذا تكاليف عاليه، فلذلك غضوا النظر عن هذا الموضوع. وبالمناسبه عدد من المباريات المهمه الجماهيريه تحتاج انه حكام عرب حكامنا شوي ينضغطون، وهذه حاله واضحه. وانا اقول لك مثلا عندنا نهائي كاس مثلا، لا انت تسوي عندك بروتوكول استخدم هاي البروتوكولات فكم حكم للمباراه. كابتن صباح، الزوراء وكربلاء حتى نتحدث عن الحاله التحكيميه اللي صارت في هذه المباراه. الزوراء مباراه ثانيه. الحقيقه استاذ حسام الحاله صعبه جدا الامانه. جيد. المهاجم جعفر عبيس باللحظه الاخيره قدم القدم امام المدافع موسيس ارتل. نعم. هذا اللي خلاه، فصار الاصطدام اجى من الجانب تقريبا قريب عن الاخير. يعني سبقه بخطوه جعفر. جيد. بما معنى انه متجه وين؟ متجه الى الهدف. جيد. هذا اللي صار. حتى من رجع للفار انه اكدوا له انه المهاجم هو اقرب الى الكره واقرب الى الهدف. هذا اللي صار. وانا اعتقد الطرد حاله صحيحه. لانه المهاجم هو اللي افتعلها. هذا المهاجم اللي افتعلها. هاي الخطوه الذكيه اللي خلته يسوي حاله طرد على المدافع، لانه تقدم خطوه للامام امام المدافع، جبره انه يصطدم من الخلف ويحصل حاله الطرد. واضح. زين انت شلون تشوف المباراه الزوراء وكربلاء؟ يعني انت اليوم الزوراء مباراه الثانيه تعادل، شلون نشوف هذه النتيجه اليوم تاثيرها على نادي الزوراء؟ لان النادي الواضح اكو ضغوطات عليه، وبالتاكيد اليوم هو محرج امام جمهوره، لازم يصدر بيان بخصوص الحاله التحكيميه. كابتن صباح. العفو استاذ حسام. الحقيقه بعد الطرد الدقيقه 13 اجرى تبديلات الكابتن باسم قاسم، لعب 4-4-1. نعم. تغير نمط الفريق وتغير استراتيجيه الفريق، تحس انه من كان يلعب ب11 لاعب ما قدم المستوى اللي قدمه بال10 لاعبين اللي قدم، واستطاع ان يكون الاخطر والافضل من حيث تحركات اللاعبين، بالاضافه الى كان محور اللعب والهجمات اللي يقوم بها محمد قاسم، كان واحد من اروع اللاعبين اللي حقق الفارق بدخوله من الجانب اليمين الى العمق. يعاب على نادي الزوراء الزياده العدديه من الجهه اليمين او اليسار، هذا اللي خلى لو كان لديهم ظهيرا يمين ويسار لكان صار التفوق افضل، يعني حتى في حاله 10 لاعبين هم كانوا الافضل. بالشوط الثاني باسم قاسم عمل 3 تبديلات ممتازه جدا، غيرت مجرى المباريات، ودليل كان متسيد للدقيقه تقريبا 80. الدقيقه 80 عندما وراء ال 80 هم فريقه كان افضل وحصل فرص، والتبديلات اللي عملها هم اللاعبين اللي الفوارق اللي حققوها اللاعبين البدلاء. اللاعب المهاجم رقم 11 بالاضافه الى المهاجم المصري محمد شريف كان ممتاز جدا، وحتى طريقه اللعب تغيرت والاسلوب تغير، يعني بدا الفريق الزوراء تحس به افضل بهاي الفتره الاخيره لحد الدقيقه 80. واضح. ورا الدقيقه 80 ممكن انا اقول بدا الزوراء يتراجع لانه حس انه الطلب الكربلاء فقد كل شيء، المفروض يلعب مهاجم، وفعلا التغييرات اللي اجراها قحطان كثير بالتغييرات خصوصا في منطقه الاماميه، منطقه الهجوم. زين. اثمرت عن تسجيل هدف بالخطا بالدقيقه 88. وانا اعتقد المفروض يعني علي عدنان بهذا المستوى وبهذا العمر ما اتصور يعني يبعد كره بقدم اليمين وهو مواجه هدف. المفروض يبعد بقدم اليسار او يحاول قدر المستطاع انه بس يحجز الحارس المرمى. هذا اللي صار، وهي كره قدم اخطاء. نقول المباراه جيده تقريبا، وكربلاء حقق نتيجه ممتازه، حقق نقطه،
نقطة ثمينة من نادي الزوراء، هو هذا اللي مخطط له قحطان كثير. واضح، لان الان يعني قحطان بالاختبار الثاني ينجح بنسبه كبيره اليوم، يعني تتعادل مع الشرطه ومع الزوراء اول مباراتين كابتن خلف، يعني ها نتائج جدا ايجابيه لنادي كربلاء. نتمنى انه يستمر الفريق، لان احنا نتعاطف مع كربلاء لاسباب كثيره، يعني مدينه عظيمه بالنسبه لنا ونحب هذه المدينه. كربلاء وضعهم صعب، ظروفهم صعبه، قادمين من دوري الممتاز، ونتمنى انه هذا الفريق دائما يستمر. العميد الكربلائي تاريخ يعني بكره القدم العراقي، لذلك يعني نتعاطف. واضافه لهذا اكيد كابتن قحطان ايضا مدرب محلي مميز وفتره قصيره وجاي يقدم هذه النتائج. انا كابتن راح اقول لك شغله واحده. فريق كربلاء والكادر التدريبي واللاعبين لهم وجهين. الوجه الاول اللي يفكر به قحطان انه انا ادخل المباراه، خاصه المباريات الاولى زين صعبه، العب ويا الشرطه والعب ويا الزوراء، العب على قد الامكانيات. انا شو افكر؟ افتح الملعب، اخسر المباريات، لو على الاقل انا احصل النقطه. جيد، لانه انا في بدايه مشواري، انا حتى مباراه تجريبيه انا ما لاعب. هي هذه مباراه تجريبيه بالنسبه للكادر التدريبي. وياي ما لاعب مباراه وين هو؟ يا دوب لموا، يا دوب جمعهم. هو قول زين جمع منين اللي قام ذول اللاعبين؟ يعني صدق مين اللي قام؟ والله يعني اليوم هذا الظهير اليمين ايش قد ركض، او ولد اسمه مؤمل زين حرثه للملعب. زين هسه وين الحل؟ الوجه الثاني هو يريد يتجاوز الاربع اسابيع الاولى. الوجه الثاني الفريق عنده قدره على الوصول الى المرمى والتسجيل. جيد. يعني انا اذا جتني فرق من الوسط الدوري العب مهاجم واقدر افوز. زين. يعني اليوم بدليل مثل ما تفضل كابتن مصطفى. نعم. صباح. وين الوجه الجميل؟ انه للدقيقه 80 الزوراء افضل. ايش قد بقينا؟ بقت 10 دقائق من المباراه والوقت بدل الضايع. زين. اكو شيء يخسره بعد فريق نادي كربلاء، هو خسران. صح. يلا معين، يلا اموتو، الاسمر الثاني سببوا ارباك لفريق نادي الشرطه. زين. الدقائق الاخيره، ما معناه انه الوجه الثاني اللي هو اللعب الهجومي موجود عنده. زين. انا اقول خلينا ننتظر منها الاربع اسابيع يبدي كابتن قحطان والكادر التدريبي يلعبون كره متوازنه وكره تميل للهجوم والفوز. واضح. يعني هو بالعموم او كل فريق اليوم حتى يجهز بدنيا وتعرف حتى تعرف بالاستمراريه راد لفت 4-5 مباريات حتى يستقر. حتى يشوف لاعب يعني او الفرق تقدم مستويات بدنيه يعني مستمره. تحياتنا المؤيد جودي من طلعوا ويا اللقاء. نعم. قال احنا يا دوب جمعنا اللعيبه ب10 ايام، هي 10 وحدات تدريبيه. اكو مساله مهمه جدا. زين. مرات احنا معظم يعني اكو عالم تقول لك الفرق ما مكتمله من ناحيه اللياقه البدنيه. زين مرات نقول هذا رايح لتركيا وهذا رايح عنده معسكر بالشمال، هذا الاربيل وهذا رايح لتوك، وبعدين تدخل المباراه وانت ما معد من الناحيه البدنيه. زين. انا اريد اقول ذولا كربلاء ايش وقت عدوا بدنيا؟ هن 10 ايام. يعني تحسب الوحدات التدريبيه 10 ايام، لكن الفريق مكتمل اللياقه وقادر على ايجاري هذه الفرق من الناحيه البدنيه. جيد. فانا اقول تحياتي للكادر التدريبي، انا اقول عمل كبير. زائدا لا تنسى اليوم جماهير الزوراء وجماهير كربلاء، انا ما توقعت انه راح يحضرون بهذا الكم الكبير لجمهور كربلاء بالملعب. ونتمنى انه تستمر يعني، والسيد المحافظ يدعم الفريق، لان تتحدث عن فريق قادم يعني من دوري الممتاز. كابتن صباح يعني نتحدث عن فريق كربلاء، فريق يعني اعداد جديد، فريق جديد، مدرب خلال فتره قياسيه. شو يشوف هذه النتائج له يعني بهالمباراتين؟ يعني الحقيقه انا اول مره اسمع من الكابتن خلف انه الفريق جمع قبل 10 ايام ومباراه تجريبيه وما عنده ولا اعداد ولا كذا، وهذا المستوى اللي قدمه. استاذ صباح المدرب صار له اسبوعين من وقعوا وياه. استاذ خلف فريق رائع للدقيقه 89 يسجل على نادي الزوراء ويتقدم، وبعد دقيقه 90 ويظل يستمر الدقيقه 97 ويقدم مستوى مميز. هذا حقيقه، هذا تحسب للمدرب وتحسب للاعبين.
هم لحد دقيقه 89 سنه هم بدنيا ممتازين، زائد صح. حتى العامل الذهني كان موجود لدى الفريق، وفريق تحس فريق منظم، طريقه لعب صحيحه. صح الزوراء لعب ناقص لاعب، لكنه الزوراء يبقى نادي الزوراء بالاسم، يبقى نادي الزوراء حتى ب10 لاعبين كان مميز جدا، لكنه الوقوف من نادي كربلاء بهذا المستوى وبهذا الفكر وبهذا الشغل المميز والاصرار على التعادل. بالمناسبه مو اصرار على التعادل، وانما اراد ان يفوز، يعني دقيقه 89 يتعادل. بدا بالدقائق الاخرى بدا يضغط ويسجل، يريد يسجل المرمى. صح. من اجل ان يخطئ النقاط الثلاث. هو هذا كان تفكير قحطان كثير. كابتن خلف يقول رجل المباراه وافضل لاعب او افضل حارس بالجوله راح يكون احمد باسل لانقاذ فريقه للتعادل مع كربلاء، وهذا يعني دليل على انه كربلاء كان خطر جدا يعني على فريق الزوراء. يعني كان يعني الحارس انقذ كرات محققه. واضح، وهذا اكيد تعتبر يعني حاله ايجابيه ومباراه ايجابيه جدا لنادي كربلاء، اللي نتمنى له التوفيق والاستمرار حقيقه على هذا النهج. وهذا لا يعني انه الزوراء سيء، لا، يعني تعرف يعني ظروف الزوراء اللي يعيشها اليوم كابتن خلف. ثاني مباراه للفريق تعادليا اليوم، الموقف يعني وموقف حتى الاداره. تعرف انت دائما الجمهور يضغط على الاداره، يقول لك هي اللي تتحمل المسؤوليه، وفعلا ترى بالمناسبه معقوله يعني هذا النادي الزوراء. شوف راح اقول لك شغله كابتن حسام، على مر السنين اللي احنا نقعد بها بالاستوديو التحليلي ونحلل، قد يكون فريق الزوراء على فترات طويله قد يكون غير موفق بالتعاقد مع اللاعبين المحترفين. يعني خلينا نقول مثلا اكو سنين اللي فاز بها فريق نادي الشرطه زين ال4 سنوات متتاليه بالدوري صح. والكاس، كانوا يعرفون شو يجيبون اللاعبين المحليين اللي يفوزون بالدوري، وش يجيبون محترفين، ولهذا هم يكونون فريق قوي جدا. اليوم الاهم، كل المهم جدا للمدرب والكادر التدريبي منو اللاعبين اللي يجيبهم يخدمونه. ولهذا يمكن انا على طول انا اقولها، يمكن باكر نوروز يلعبون ويا الغرف. نعم. من نقول نتكلم على ولي كريم، او مثلا نتكلم على ولدنا اللي موجودين يعرفون نعم. شو يجيبون اللاعبين. عادل النعمه مثلا يعرف شو يجيب وش يريد. لوي صلاح يعرفون شو يجي، لوي صلاح، حيدر، لان قريبين بالدوري ومتابعين ويعرفون من المميز مو اي وشنو اللي يستقطبوه. انا اتحدث عن استقطابات الزوراء، الف علامه استفهام. هو لهذا اللي اقول لك، يعني واحد اللي يستغرب انه ليش طيله هالفترات ما اجوا لاعبين مثلا محترفين سوبر في نادي الزوراء. صح. وهذه هاي شوف اليوم احنا بالدوري ايش قد عندنا. الله يساعد جمهور الزوراء. شوف راح اقول لك الله يساعده، احنا بالدوري ايش قد عندنا. نعم. نجيب 7 5 يلعبون بالملعب. خلي الحارس على جهه، راح يصير نصف الفريق 50% من الفريق اجانب. صح. انت اذا جبت 5 على مستوى عالي تاخذ دوري. فعلا والله تاخذ دوري. الدوري القوه الجويه العام اخذها بالمحترفين يعني جيبولا وادملسون والجويني والعصام، زين دول بدعوا مضبوط ولا فعلا. فانت ايش محتاج الخيارات، ايش تعرف ايش تجيب. ولهذا مرات خيارات دقيقه، عناصر اساسيه، يعني محترف صدق من صدق محترف. شوف مو يكون محترف صدق واكو محترف، لان هذا المحترف اذا انت ما شايفه مثلا صعب جدا اليوم تجيب محترف على مستوى عالي، صعب. لان هو احيانا قايلها سابقا واكدها الان، ترى المحترف بالدوري العراقي مثل الرقيه، صحيح. حظك نصيبك، لو حلوه لا والله حمراء لو ماكو ما شاء الله. هسه الرقي ديجي كله احمر وحلو. اي بس بالدوري عندنا ماكو المشكله هنا. كابتن حسام اقول لك شيء زين، خلينا نروح العام الماضي نادي اربيل. زين. هداف الدوري تيماروف. صح. لوزبكي. صح. سجل ايش قد 28 29 هدف. نعم. اوكي، هذا الرجل انتقل بصفقه كبيره جدا الى نادي زاب. نعم. وكلفت النادي الكثير. صح. هذا الولد العام كان يلعب، ليش هو مهاجم صريح؟ لا مو مهاجم صريح. مو مهاجم صريح؟ لا، ما كان العام يلعب على جهه اليسار ورا المهاجم راس الحربه. ديبوتي وقبل كان كوستافو. زين. فهذول كانوا مهاجمين بزاف. الان جابوا هذا الولد حطوه راس حرب. انا البارحه بالاستوديو التحليلي قلت اذا سجل العام
28 هدف هالسنه اذا يظلون يلعبونه في هذا المركز نصف هاي الاهداف ما يسجل. ليش؟ لانه توظيفه مو صحيح. هذا هو جدا ذكي اذا لعب ورا المهاجم الصريح، هو مو مهاجم صريح. هو دائما المهاجم الصريح راح يصير اكو تركيز عليه من المدافعين. هو هسه مركزين عليه. هداف الدوري العام خلاص وما انتم ولهذا هذا لازمين، اثنين لازمين تلقاه، اثنين او ثلاثه. اقول لك البارحه والله داباوع على لائحه اللاعبين الاحتياط زين. في نادي زاخو اريد اشوف اكو مهاجم احتياط الا لقيت ذكر اكو ولد كان اسمه زياد احمد مهاجم بس هو موجود. باوع على ديبوتا ماكو، جوستافو قبله راحوا. هنا وين تدور على اللاعب راس الحربة الهداف. هسه اليوم بالدوري بالنفط اكو واحد زين، بغاز الشمال اكو واحد زين. هنا اكو انديه عرفت شو تجيب. صح، عرفت شو تجيب وتجيب الهداف. جيد. طيب نروح الى القرمه والشرطه. انتهت الان، يعني قبل قليل المباراه انتهت بفوز نادي القرمه بهدفين مقابل هدف، نتيجه ايجابيه لفريق القرمه وسلبيه لفريق الشرطه. خساره، اول خساره في هالبطوله. الشرطه صار عنده تعادل وخساره القرمه ايضا، يعني فاز اليوم وعنده تعادل المباراه السابقه. اي صحيح، متعادل ويا كربلاء. ويا كربلاء كذلك. الشرطه انا اقول نزيف نقاط. زين، شلون نشوف هذه المباراه اليوم؟ يعني نتيجه ايجابيه جدا حقيقه 100%. يعني القرمه الفريق اللي جاي يريد ينافس على الدوري. مو سليمان فاز على فريقه السابق الاسبوع الماضي. القرمه ويا من لعبوا مع الموصل. وين الموصل؟ الموصل كانوا اقرب المن للفوز. بدليل انه المدافع مالتهم هم بالخطا بالدقائق الاخيره عادوا القرمه للمباراه. معناها انت هذه النتائج توحي لك انه فريق الموصل ترى فريق قوي جدا فعلا، حقيقه فعلا. زين، يعني تتعادل مع القرمه، والقرمه الفريق المميز المدجج بالنجوم، وتفوز على ديال الفريق اللي فاز على الطلبه. اذا انت فريق مو سهل. اذا الفريقين اجوا اليوم، الشرطه جاي من تعادل مع كربلاء، نعم، والقرمه تعادل من الموصل. المباراه الاهم اللي هي كسر عظم بيناتهم. الان اي فريق من عندهم يخسر المباراه هو يخسرها فريق هسه نادي الشرطه. انا اقول مو هذا الشرطه اللي هو قبل 4 مواسم او 3 مواسم. اذا تتذكر اكو موسم من المواسم كابتن حسام، نعم، انتهت المرحله الاولى بدون خساره. صح، تتذكره، وظلوا فارق 21 نقطه عن الثاني. صح. اليوم هذا نزف النقاط في من بدايه الموسم. لا هسه يقول لك انا ما اريد احد يتعكس على الدوري بعد طويل. لا، الدوري جمع نقاطه من البدايه. صح، مو والله خليه خصوصا هذا الدوري. هذا الدوري 8 فرق تعاقداتها على مستوى عالي. اذا احسب هنا 8 فرق. صحيح، لان انت لا تتوقع الجويه جاي يحافظ على لقبه. صحيح. ولا تتوقع الشرطه يجي ياخذ لقب اخر. انت تتحدث عن زوراء، تعاقدات، جويه، شرطه، طلبه. هاي 4 فرق. تجي الانديه الشماليه جاهزه تريد تنافس. عندك نوروز، عندك اربيل، زاخو، اربيل، توك. هاي صار 8. واضيف عليهم، يضيف لهم الميناء، القرمه يضيف لهم الميناء، هاي 9. القميناء هاي 10. شوف، اذا نتحدث عن 10 فرق على مستوى عالي. كابتن حسام من الاستقطابات والتحضير. كابتن حسام تحياتنا لولد اسمه رافت معد. نعم. قال لي الميناء يلعب برديف الشرطه. فعلا 6 لاعبين او 7 لاعبين. يعني دول البارحه لو تشوف فهد اليوسف مو رديف الشرطه وعبد الرزاق احمد بفريق الشرطه، هم كلهم كانوا عناصر. انا اقول اصحاب الخبره، ورزاق بعد صغير، فهمت شلون؟ صح. بالامس شايلين الفريق، قدموا وداء من اروع ما يمكن. واضح. كابتن صباح، القرمه اليوم يعني يفوز على الشرطه الفريق الكبير يعني بنتيجه ايجابيه 2-1 بملعبك وبين جمهورك، وهذه نتيجه تعتبر ايجابيه. مدرب الشرطه السابق اللي هو مؤمن سليمان اليوم مع القرمه. الحقيقه استاذ حسام هي جمع النقاط بالبدايه ضروري جدا. والدليل القرمه الان جامع 4 نقاط من تعادل مع الموصل وفوز على الشرطه. فوزها على الشرطه اليوم 2-1. الدافع اللي راح ينطي بعد راح يكون يفكر انه الفرق اللي راح تجي ما راح تجي بقوه الشرطه ولا امكانيه الشرطه. لهذا هو راح يفكر انه مستقبلا انه يحافظ على هاي المراكز.
الان بالجوله الثانيه 4 فرق الحقيقه اللي هي ما معروفه الان من صدر الدوري: الموصل، النفط، الميناء، القرمه، ب4 نقاط. هذا يوحي انه الفرق اللي كانت تشتغل بمنطقه الوسط، بالاضافه الى الفريقين اللي صعدوا من دوري ممتاز الى دوري المحترفين. صباح حتى الجولان 4. نعم، حتى فريق الجولان 4 صح، حتى الجولان 4. اذا نلعب وقد كمجموعه ان شاء الله. هاي الفرق يجب ان تحافظ على هاي الامكانيات وهذه النقاط اللي اخذوها. بس نرجع ونقول استاذ خلف، استاذ حسام، نقول الدوري طويل ولا زلنا بالجوله الثانيه، واحنا مو مثل الدوري الاسباني او الدوري الفرنسي او الدوري الانجليزي. الارسنال من البدايه الى النهايه بوتيره واحده واخذ دوري. صح. ايضا باريس سان جيرمان نفس الموضوع، برشلونه نفس الموضوع. لكنه فرقنا الان اللي موجود بالدوري العراقي، انا اعتقد بالجولات اللي الخامسه او السادسه راح تتعثر هواي، وما اتصور راح يرجع الفرق، راح ترجع زين. الشرطه ترجع، الجويه، الزوراء، الطلبه، ارديل، راح ترجع الى الصداره، لانه يمتلكون كل مقومات الفرق الناجحه. فعلا، يعني المقومات الفرق الناجحه عندهم، وتتحدث عن فرق جهزت وتعاقدت بشكل جيد جدا. يعني حسبتهم 10 فرق، يعني عكس المواسم الماضيه ما كانوا 4 فرق 4 5 يتنافسون 4 5. مو صح؟ اليوم 10 فرق، اليوم متعاقده تعاقدات على مستوى عالي، والمليارات ترجع. قامت تدري من بشمال العراق، تعرف زاخو يعني يتعاقد مع لاعبين بارقام، واربيل ودهوك كذلك، يعني ونوروز ايضا لاعبين على مستوى عالي. يعني انت تتحدث عن دوري، انا اشوف هذا الدوري هو الاقوى ل5 مواسم والاصعب مو اقوى واصعب. راح اقول لك شغله ثانيه. من ذكرت الاستاذ صباح، قلت له على فريق الجولان، باكر اكو مباراه الغراف ونوروز. صح. اي فريق يفوز عنده يصير 4 نقاط، يدخل وين المتصدرين. صح. هسه لانه ذول هم تعادلوا ويا الجويه 3-3 باول مباراه. صح، اول مباراه. ذكروا الغراف متعادل مباشر المباراه بالغراف. اي فريق يفوز هم يصير عنده 4 نقاط ويدخل بالصداره. واضح. اكيد. يعني تحدث عن نادي الشرطه وفريق الشرطه هذا الموسم، ايضا هناك تغيير كبير باللاعبين. لذلك ممكن الشرطه ما راح يكون، يعني هذا تعتمد على الكادر التدريبي يعني قضيه التوظيف والانسجام السريع. ممكن يعني اذا صار انسجام سريع ممكن الفريق، يعني انا اتوقع بالمنافسه، يعني توقعي نادي الشرطه بالمنافسه. يبقون فريق الشرطه يبقى فريق قوي، يعني فهمان شلون. صح. لكن يعني صار له شخصيه وبطل دوري مواسم متتاليه. شوف، بس التغييرات ما راح تاثر على الفريق. راح يعني راح اقول لك هسه في لاعب الارتكاز اللي عندهم، كل ما يكون مجيد ابو بكر مصاب، منو البديل؟ عبد الرزاق قاسم. صح. ودي يقدم هاي مباراتين، دي يقدم اداء من اروع ما يمكن. بالامس صنع هدف من اروع ما يمكن. فهد اليوسف صنع هدف ايضا. فهد اليوسف البارحه هو اللي قاد المباراه. هذا الرجل اللي عمره 38 سنه لعب ايش قد لعب 110 دقيقه. ما حد كان يتوقع انه هذا يبقى لاعب محافظ ويتمرن ومنتظم ملتزم. خلينا نقول ناخذ ذول الاثنين. زين. هل الشرطه فهد اليوسف اذا ما يريد يلعب بالشرطه يلعب لاعب بالشوط الثاني. لكن الرزاق لا يمكن ان تستغنى عنه فريق نادي الشرطه. انا اقول خسروا رزاق. اوكي. الشرطه خسروا رزاق. انا باعتقادي حتى محمد داوود هو اعاره على ما اعتقد. يعني. حتى محمد داوود يقدم ويا فريق الميناء اداء كبير. زين. انا اقول دول اللاعبين حتى لو ما طلعوهم اساسيين يفيدونك وين هم قاعدين على دكه الاحتياط. فعلا. من تريد يصير بديل ناجح. شوف فهد اليوسف قائد باي مباراه يلعبها باي فريق. اذا انت فايز وتي تحافظ على الفوز، هو قادر يوصلك ينهي لك المباراه. صح. انت متعادل تريد تفوز، يقدر هو يوصلك للمرمى. هو كل شيء بالملعب. ولهذا انا باعتقادي فريق نادي الشرطه استعجلوا بالاستغناء عن هؤلاء اللاعبين. استعجلوا. انا اقول هو يعني اعاره مو تغيير. لا يعني يمكن اعتقد رزاق انتهى عقده. انتقال؟ انتهى عقده ويا نادي الشرطه.
واضح. وبالتالي رزاق انا اشوف لاعب المستقبل، بعده صغير لاعب وصغير. ها اي اذا تريد يعني تستقر كابتن المنتخب الاولمبي العام واضح. هالسنه ما يحق له يلعب بالوقت. اكيد. ويعني اكيد هو خساره راح يكون لفريق الشرطه المباراه القوه الجويه الى هذه اللحظه. النتيجه يعني تقول انه اربيل متقدم بهدف على نادي القوه الجويه الان دقيقه 74 1-0 اربيل متقدم بهذه النتيجه. راح يتصدرون هم الوحيدين بالست نقاط. راح يصدرون إيه في حال فازوا على الكهرباء 2-0 باول مباراه. انا اشوف اربيل ايضا فريق يعني استقطاباته جيده جدا هذا الموسم يعني. عقليه مدرب وراه. عقليه مدرب. وبالتالي انعكاسها وايضا حتى استقرار كان من الموسم الماضي. هو عرف شو يجيب يعني. جيد. طيب خلينا نروح الى محاور اخرى نتحدث عنها، وايضا استغل كابتن صباح الجمعه اليوم يكون معانا لان هو ايضا عمل بالفئات العمريه لفترات طويله، وعمل خلال الفتره اللي مضت بس عمل مع يمكن مع الكهرباء، لكن تعرف المعاناه يعني معاناه المدربين هو حاس بيها، مو معاناه المدرب هو اللي حاس بيها وشافها بعينه. انا ما عندي معلومات انه ترى يعني لا رواتب لا اهتمام لا كذا. لذلك كابتن صباح يعني والله مشكله هاي. يمكن عملت انت بالفئات العمريه نعم لفترات طويله، ويعني شلون نشوف العمل الان بانديتنا وشلون نشوف قرار الاتحاد بقضيه الدوريات الفئات العمريه ناشئين شباب اختياري صارت اختياري. يعني انت شلون تشوف هذه بوجهه نظرك؟ حسام الحقيقه انا عملت مع المنتخبات المدرسيه فتره طويله اكثر من 25 سنه وحققنا انجازات للعراق. نعم. وشاءت الصدفه ان اعمل مع رديف الكهرباء لامور خاصه كانت بحساباتي حقيقه. انا صنعت فريق مميز الرديف الكهرباء، وكنت اطمح انه الفريق اكثر من 10 لاعبين اراحلهم للفريق الاول. لا، لكنه العمل حقيقه مع انديه او مع متعب جدا. زين. انت من يجيك لاعب مميز تحت 21 سنه وامكانيه ويجي يشتغل وياك موسم كامل اعداد صيف وشتاء وكروي ويروح ويرجع وتعبان، بالمقابل انت ما عندك امكانيه تنطي ولا فلس يعني لا ذهب ولا اياب ولا امور اخرى بلاش. يعني هذا حقيقه شيء مؤلم. يعني هاي الفئه الرديف او فئه الشباب اللي موجوده بالعراق احس انه مهمشه جدا، وبصراحه يعني مزريه حقيقه مزريه. يعني بعض اللاعبين انا اتالم لانه حتى كروه ما عنده. فهذا شلون يبدع؟ وهذا مستقبل. ممكن يروح منتخب شباب العراق، ممكن يروح الى منتخب الاولمبي، ممكن يروح الفريق الاول، واكو امكانيات واكو طاقات موجوده الان. لو كشافين موجودين بالعراق وبالاتحاد العراقي المركزي كونوا على ثقه نحصل افضل فرق. عندنا منتخبات الشباب الناشئين الرديف قادرين على ان نحقق انجازات للعراق. لكنه وين المشكله؟ احنا ماكو كشافين، ماكو ناس تجي تبحث عن المواهب. يعني بدينا سنه من السنين كنت اعمل منتخبات مدرسيه، انا ابحث عن المواهب والدليل يمكن سنه من السنين انا خرجت للمنتخب العراقي او منتخب رديف اكثر من 10 الى 15 لاعب مثلوا المنتخبات العراقيه. هنا اللي صار عندنا الاهمال بهاي الفئتين هو اساس لتدهور كره القدم. هذا استمرار الشباب واستمرار رديف للفريق الاول هم ديمومه الفريق الاول. اني احس انه لازم اضيف دماء جديده الى الفريق الاول، دماء شبابيه جديده. صح. الاعمار 18 19 20 سنه من اروع ما موجود بالعراق. عندنا مواهب مميزه جدا، لكنه المشكله وين؟ المشكله بمدربين بالفرق الاول، بالفرق اللي موجود على الفريق الاول ما يفكر نهائيا يجيب لاعب عمره 19 او 20 سنه لانه يقول لك انا راح اتعب عليه. انت ما تعبان عليه، هذا جاهز لانه عندك مدرب رديف وعندك مدرب شباب على اعلى مستوى. هذا المفروض كل بلدان العالم. استاذ خلف يدري يعرف هذا الموضوع ويحس به، وانا ادري معاني بس ما حد يسمع. ما حد يسمع. مليانه من الحكي. احنا الان من تطرح اسماء على الاتحاد، المفروض
الاتحاد تنطرح افضل اسماء واكبر اسماء وعتها انجازات، تنطر على الاتحاد العراقي المركزي هذول الموجودين، الاسماء الكبيره، الاسماء اللي عتها باع بتدريب كره القدم واللي عتها تماس مع فئه الشباب وفئه الرديف، هذول انت تنطيهم. انا ما اروح اجامل اجيب والله فلان كان يلعب منتخب او هذا خوش لاعب او صديق فلان او محسوب على. هي هاي مشكلتنا اليوم استاذ حسام. هنا يجيبوا لي مدربين للفئات العمريه، مدربين منتخبات وطنيه. يعني الى متى احنا نبقى ما عندنا؟ انا الان ما اعرف، ما عندي علاقات، صح. ما عندي علاقات، قاعد من طلعت منتخب مدرسي لحد الان انا ابحث عن فرصه عمل مع منتخبات الشباب، مع منتخب الناشئين، مع منتخب ما حد يعطيك اياها. والان لا عندك لا عندك احد ساندك ولا عندك حزب ولا عندك علاقات. هي هاي المشكله. انتم صوت الناس الشرفاء اللي موجود، مثل ما قال كابتن خلف، اكو ناس شرفاء جاي تشتغل، ناس اكاديميين، اصحاب شهادات، اصحاب علميه، اصحاب خبره. مع هذا احنا نريد نطور منتخب العراق. صح. ما حد ما يقبلون، ما يعني بصراحه ما اعرف ويا من تحكي تقول صدق ويا ملينا من الحكي والله العظيم. وحتى تسميه مدربين المنتخبات الوطنيه مع احترامي وتقدير الاتحاد، يا اخي انتم شلون تشتغلون؟ عمي جيبوا واحد من الفئه. انا اليوم دوري الشباب، منو فاز بطل الدوري؟ تعال عمي انت مدرب منتخب شباب، وهذا الصح. يعني انت مو تروح تجيب لي واحد والله لاعب دولي سابق، مع احترامنا لكل اللاعبين دولي سابق، اسمائكم وتاريخهم، بس يا اخوان ما يصير مو صحيح هذا. نعم كابتن. استاذ حسام من رخصتك اقول لك شغله واحده، دين بوانتي مدرب يعرف استاذ خلف، مدرب اسبانيا الاول. نعم. بدا يشتغل مع الفئات العمريه وانجازاته يشارها بالبنان، اشتغل فعلا مع الشباب واشتغل مع الرديف وحقق انجازات، والان يغزو العالم باسبانيا الاول. صح. هو مدرب منتخب شباب كان والرديف والاولمبي. الان افضل مدرب بالعالم، هذا مدرب جاب اللاعبين اللي اشتغلوا وياه بالشباب وبالاولمبي وصعدهم للفريق. الان اسبانيا مدرسه جديده بعلم التدريب، مدرسه جديده. الان الاسبان بداوا يتخطون كل المدارس الكرويه. هذا اجى لانه هذا الرجل علمي جاي يشتغل، ما محسوب على الفئه الفلانيه ولا الفئه الفلانيه، لا، هذا الرجل يعمل. اجت مجموعه خبراء قيموا وعملوا. احنا وين الخبراء اللي موجود قيم العمل؟ الخبراء اللي موجودين علاقتهم بفلان واسماء محدده يريد يجيبوهم للمنتخبات حتى يرضيه، ينطي منتخب شباب، ينطي منتخب ناشئين، ينطي منتخب اولمبي، ويقول له يا انت بما انه وقفت وياي اذا هذا راح اعطيك، هذا جزاء واكراما لك. اما الباقين اصحاب الشهادات، اصحاب الانجازات، اصحاب التربيه والخلق والاكاديميين، لا استاذ حسام قاعدين ببيوتهم وينتظرون رحمه الله. اي والله ينتظرون رحمه الله. كابتن استاذ صباح طرق المواضيع جدا جدا مهمه. احنا هاي الفئات العمريه بالانديه ما حد مهتم بها. المدرب والاداره عينها على الفريق الاول. كل هاي الاموال اللي تصرف على الفريق الاول. هسه لو تجي على مدرب الشباب والناشئين تقول له النادي شو يصرف عليك، يقول لك ولا الف، كل شيء ما يعطونا. في حين واحنا نريد ايش نقول؟ نريد نبني قاعده كره قدم. 46 مليون كلهم مهووسين في كره القدم، تلقى المواهب بالشوارع بالمدارس لكن ما تلقاها بالملاعب. نقطه على السطر. اليوم الاهم من هذا يعني مسابقتين الاهم انا بتصوري اللي هي مرحله الشباب ومرحله الناشئين. اللاعب اللي يجاوز عمر الشباب لازم يروح للفريق الاول، اذا ما قدر يشكل مع الفريق الاول فانت عينك وين تكون؟ عينك على الاقل عمرا حتى تبني للمستقبل. صح. كابتن حسام راح اقول لك شغله، احكي لك تجربتنا احنا قد تكون نادي الطلبه. احكي لك سنه 1980. زين. عندنا عمالقه كره القدم، عندنا 6 7 يلعبون بالمنتخب الوطني. لكن بال80 احنا صعدنا ابو ايمان الله يرحمه علي حسين، صعدنا وابن منير، وصعدنا خالد هادي، وجانا رحيم حميد بالاداره واقتصاد. كل دولة كل سنه احنا نصعد لنا 2 3. منين؟ بس هم موهوبين كره قدم. منين؟ من شباب النادي. حبيب جعبر من شباب النادي. هنا اليوم هنا ما حد مهتم. تدري ليش؟ المدرب مطالب يريد دوري، يريد نتائج، رئيس النادي يريد منه نتائج. طز بالفريق الشباب، يا شباب يا ناشئين يا رديف،
انا فريق أريد نتيجة. الأول، باكر الجمهور يقوم عليه، اريد نتيجه. اريد نتيجه. لا بس هاي خلل وين؟ خلل بالمنظومه باتحاد كره قدم. كابتن راضي تحياتنا الى ابو محمد طلب من رئيس الاتحاد بوقتها انه يضيف لاعبين باعمار يعني لا راح اقول لك اعمار معينه لا. حتى تصير راح فرصه أقول لك. لعمره 19 18. بس شنو؟ كابتن وين الصدم؟ إيه. كلهم مزورين جماعه طبعاً. وصارت مشاكل وشكاوي. كابتن. لذلك عمي هسه بعد ماكو تزوير دولة شويه هم كبروا. اعطوا فرصه الان ضيفوا لكم لاعب لاعبين كل فريق كابتن. ينجبر كل فريق يلعب له لاعب. راح اقول لك شغله واحده. اول ما جي ارنولد يمكن قعدت وياه انا 5 دقائق بذاك الوقت. زين. قال لي آلية العمل بالاتحاد غلط. ارنولد بذاك الوقت. زين. قلت له شنو ببالك؟ قال اول شيء تجيبون 6 لاعبين يلعبون من الخارج بالدوري، ماكو فرصه للاعب المحلي ان يلعب. قال انتم عندكم مشاركات لمنتخب الشباب والمنتخب الاولمبي. زين. اللاعب اللي عمره 17 و19 هذا ما يلعب بالدوري لانه ما يعطونه فرصه. صح. ولهذا لازم يجب على الاتحاد، هو يقول يجب على الاتحاد زج يزجون باعمار اقل من 19 2 اساسيين على بالدوري على اقل تقدير. واللي وخلي كل الفرق يصير عندهم 2 لاعب. ومن تبدل بنفس الاعمار. صح. يعني 2 فرض بالملعب. هنا شو يصير؟ خلينا نقول يجي احمد صلاح راح يلقى عده واحد في كل نادي، ايش قد 20 نادي، عنده 20 لاعب يلعبون وين؟ بيا دوري بدوري المحترفين. او الاولمبي ايش راح يلقى؟ راح يلقى 20 لاعب وين يلعبون؟ صح. زين اليوم انتم اتحاد كره القدم، هاي رساله لاتحاد كره القدم، عمي لا تهمشون المراحل السنيه، ماكو مساله اختياريه، كل المسابقات اجباريه. يلا صير على يدنا كره قدم، روحوا خصصوا مبالغ. انا احكي هسه الانديه، الانديه حتى اذا رئاسه الوزراء اليوم تعطي ال4 مليارات، انا اقول خلوا مليار فقط للاعمار السنيه. مو بس الاعمار السنيه خلوا لها مليار. والله يلا صير علينا كره قدم. انا طيت يعني مقترح للاتحاد لتطوير الفئات العمريه والعمل عاد يعني اخصص اموال. شو ما شاء الله خير من الله اليوم الاتحاد. كل نادي جيب ناشئين شباب ويعني الفئات الاشبال ناشئين شباب اللي هي الفئات المهمه. انا اقول اخصص لها عمي هاي 100 مليون لك بالشهر. مو لا عمي بالسنه. عمي بالسنه. عمي هو بالسنه 100 مليون. يلا موسم كامل. كابتن حسام والله كلها يسوي فرق. كابتن حسام احنا نجيب محترفين، جبناهم واللي هناك المدرب قال ذولا مو زينين ما اريدهم، لو صعتهم على المدرجات لو تلغي عقودهم. اذا لغيت العقد راح تدفع الشرط الجزائي، يريد رواتبه يريد عقده، انت خسران لك راح نقول على الاقل $100,000. صح. ياخذ اني 150 مليون. تعطيني فئه عمريه يا اخوي. مو والله العظيم يعني ما يراد لها. كابتن صباح شلون نشوف يعني هذا قرار الاتحاد بخصوص الفئات العمريه والدوريات؟ هي يعني اختياري لعدد من الفئات، يعني شلون نشوفها؟ يعني والله يا استاذ حسام انا ما اعرف من اتخذ هذا القرار. يعني حقيقه قرار عبقري مجحف. يعني هذا قرار مو طبيعي. المفروض انه نهتم. يعني هسه احنا من لعبنا بالدوريات بالثمانينات وبالتسعين كان اكو تدرج للاعبين. كنا نلعب قبل لاعب اتذكر بالثمانينات وقبل 79 وقبل 78 كان فريق الشباب مجبر يلعب قدام الفريق الاول وعلى ملعب الشعب. صحيح. حتى يحس بملعب الشعب ويحس بالجمهور ويحس بالرهبه ويحس بالهذا حتى نخلق منه فريق. اذا انت تلغي مثلا فئه الناشئين او الاشبال وبعدين الموضوع مو اختياري. يعني انا اختار هذا. هسه الفرق الباقي والانديه تكيف يقول لك والله خلاص انا هسه فريقين والباقي اخلي على الاول. زين وين شو وقت راح نطور كره القدم؟ هنا المشكله انه من تبقى على هذا الموضوع ماكو تطوير وماكو بعد كره اقرا على المواهب. السلام بصراحه لانه احنا نريد نبني المواهب. لو ننهي المواهب خلي من نسوي دوريات ونعتمد فقط على الدوريات على الدوري الاول الدرجه الاولى والممتازه واضح والمحترفين وخلص بعد وعوفوا الفئات العمريه. اذا احنا يعني راح نبقى بانهيار مستمر حقيقه لكره القدم العراقيه. هنا ما نخطط صح في حال هو هنا في حال ما تخطط صح.
انت جيت يا قلت اكمل المسيره. الاتحاد السابق كان تجي 600,000 دولار سنويا بخصوص مشروع الرؤيه الاسيويه. احنا جماعتنا صاحبنا سوى قال هذا مشروع الحلم، ترى اذا تجي اموال الاتحاد يا ناس تدرون لو ما تدرون تجي 600,000 دولار سنويا، انت لازم تسوي مشروع الرؤيه الاسيويه وتطور الفئات العمريه عندك. انت ايش سووا الجماعه؟ جابوا الاكاديميات وسووا على اساس مشروع الحلم. وانتم تدرون يعني والله العظيم حتى العقد بين الاتحاد العراقي لكرة القدم مع لا ليغا الاسبان جزء كبير من هذا العقد واموال مخصصة للفئات العمرية، بس بالتالي على ارض الواقع كل شيء ماكو. فاحنا من نحكي ترى والله العظيم يعني نحكي نريد مصلحة كرة القدم، احنا نحكي اشياء ترى كوارث جاي يصير. يعني انت اتحاد مخصصي لك مبالغ رؤية اسيوية 600,000 دولار وتروح تنطي للاسبان مبالغ ارقام وكل شيء ما سوى لك، وبالتالي تجمع لي الاكاديميات وتسوي على اساس هو مشروع الحلم، وهو حلم. ضحكوا على العالم حلم وحلم وجمعوا هاي الاكاديميات، كل واحد عنده اكاديميه، تعال جمعوهم كابتن حسام يصير كابتن. احنا وهذا عمل وهذا التخطيط. انت ايش قاعد عندك وقت؟ انا ما عندي ولد والله. وقت اكو ولا ماكو؟ اكو وقت؟ اكو عندي دقائق بالي دقيقتين. اليوم حتى تسوي منتخبات عراقيه زين لفرق الاشبال والناشئين، زين لازم نسوي لنا في كل فئه عمريه، كل فئه عمريه. أي. اليوم عدد نفوس بغداد حوالي 10 مليون، زين 6 بالرصافه يحتمل 4 بالكرخ. زين نجيب منتخب للناشئين بالرصافه نسوي 3 بالكرخ نسوي 2. منتخب شباب بالرصافه نسوي 3 بالكرخ نسوي 2. زين الفئات العمريه الادنى منها تروح وين؟ تروح للمحافظات، تطلب من المحافظات في كل محافظه من المحافظات فئتين عمريه، يعني فريقين لفئه عمريه واحده. شو وسعت قاعده الهرم. واضح. يجون الخبراء الكشافين شو يشوفون؟ الان هذه الفرق اذا سويتها، هذا السؤال الهام، الدوله لازم تنزل بقوتها. هذا السؤال. خليني اعطيني دقيقه. انا شوي وقت ما عندي، ما لازم اكمل الفكره. حلقه هاي حلقه عقب باكر. يلا على انا شكرا لتواجدك كابتن. طيب نروح الى مباريات يوم غد. راح تكون هناك مباراتين ختام الجوله بين الغراف ونوروز. هذه المباراه راح تكون بملعب الغراف في الساعه 6:30 عصرا، وايضا مباراه دهوك. بعد هذه المباراه راح تكون هناك مباراه دهوك والطلبه. غراف ونوروز 6:30 ودهوك والطلبه الساعه 9 مساء. هذه مباريات يوم غد. كابتن خلف شكرا جزيلا لتواجدك. تسلم. وكابتن صباح جمعه شكرا جزيلا لتواجدك بحلقه اليوم. اكيد نلتقي بحلقات اخرى. والقوه الجويه الان النتيجه تقول يعني 1-1 لنادي القوه الجويه. 1-1 بالدقيقه 90 سجل هدف تعادل على اربيلها القوه الجويه. من يسجل؟ اللي يسجل الهدف محمد جواد اعتقد مهاجم يعني محترف يعني ما واضحه الى هذه اللحظه. المهم نادي القوه الجويه مهاجم الافريقي بالدقائق الاخيره. مو لازم. احبه المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي يوم غد اكيد.